فالشيخ ناصر العصفق اليامي الآن يتحدث إليكم عبر هذه الكلمة، وهو خير من مثل كبيرة يام في مكة المكرمة بكرمه وطيبه ومواقفه وجوده، فنستمع إلى كلمة بعد أن حضر متأخرا لظروفه التي شرح لي. شيخ ناصر. نعم. ونعم. مستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ماجورين بالسلامة، ماجورين بالسلامة، وش حالكم يا رب كلكم؟ كل باسمه. الحمد لله الذي أوجدنا من العدم وأسبغ علينا وافر النعم، رحمنا من موت وهدانا من ضلاله وكسانا من عري وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ، فتبارك الله أحسن الخالقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأستفتح بالله. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم، قال عليه الصلاة والسلام: إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله جل وعلا في محله. فما أعظم يا أخوان في هذا الجلسة العظيمة، في هذا اللقاء العظيم، أن تحف الملائكة وتنزل السكينة وتغشانا الرحمة. ما أعظم يا أخوان أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في محله. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير الذي اسمه في الأرض أنزل رحمته أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا جميعا وأن يذكرنا ويتباهى بنا عند ملائكة تتلألأ جباههم بنور الله جل وعلا في هذا الوقت. وأسأل الله أن يحفظ كل من ساهم في هذا الاجتماع العظيم، كل من ساهم، من الدكتور علي وإلى الأخوان وإلى هذيل الذي ليس غريب يا أخوان على هذيل، والله يا أخوان ليس غريب على هذيل، ليس غريب على هذيل هذا الكرم وهذا الجود وهذا الحفاوة ليام وغير يام من القبائل، ليس غريب على هذيل هذا الحفاوة وهذا الكرم في كل يوم وفي كل ليلة. والله يا أخوان في كل يوم وفي كل ليلة أتلقى دعوات، أوقاتكم مشغول فأعتذر وأغلب الأوقات أشارك معه ولله الحمد. وأمير هذيل في هذه الليلة لا أراه، قد يكون مشغول، الدكتور معارف هذا الحمراني أمير هذيل، هذا الرجل العظيم، هنيئا لهذيل هذا الرجل العظيم يا رب. والله الذي لا إله غيره، هذا مرة كان رجل في الشرق والغرب وفي فك حتى لقاء